توضيح مهم. ده مش فيديو التحدي من التحديات الروشه بتاعه بطلت السوشيال ميديا لمده اسبوع ولا قفلت الفيسبوك لمده شهر واجي في اخر الفيديو اقول لك الحاجات دي ليها مميزات زي ما ليها عيوب فلازم نستخدمها بس باعتدال. لا خالص، انا فعلا بطلت كل مواقع السوشيال ميديا من 9 شهور لحد النهارده ولسه مكمل، وحياتي بالكامل اتغيرت للاحسن بشكل جذري بسبب التجربه دي، وعمري ما هرجع استخدم السوشيال ميديا تاني ابدا، وهتعرف الاسباب دلوقتي. فوعدك وعدين قبل ما تشوف الفيديو. اول وعد ان اغلب الكلام اللي هتسمعه دلوقتي هيكون اول مره تسمعه، بس تاني وعد وده الاهم ان ده مش مجرد فيديو هيسليك شويه او هيديك معلومه مفيده وعابره وخلاص. لا، التجربه والافكار اللي هتكلم معاك فيها دلوقتي كفيله انها تغير حياتك بالكامل لو سمعت الفيديو الاخر بتركيز ورواقه وفكرت بس في الكلام شويه. اول حاجه هكلمك فيها هي ازاي السوشيال ميديا بتدمر حياتك، الاضرار والكوارث اللي السوشيال ميديا بتسببها لكل واحد فينا. اكتر فكره مريضه حسيت بقد ايه انا قرفان منها اني كنت دايما بعيش على مدح الناس واعجابهم واهتمامهم، واي حد بيستخدم السوشيال ميديا عنده الحته دي، فكلنا عندنا الحته دي لكن بنسب. اما كنت بقعد فتره مش بشير حاجه ولا بنزل حاجه، كان بقى في بالي انا لازم اشير اي حاجه او انزل اي صوره، بقى في تفكيري وقتها عشان الناس ما تنسانيش، عاوز ابقى دايما في بالهم. اما شير ميم حلو ولا نكته حلوه عشان يقولوا دم خفيف وبعرف اهزر، واما شير راي كويس ولا معلومه كويسه عشان يقولوا ده ذكي او بيفكر كويس. كل خطوه بخطيها كانت بتبقى عشان مدح الناس واعجابهم، سواء كنت واعي لده او لا. طب الاوحش بقى، اما كنت باجي اتصور صوره كنت بتصورها كتير 5 6 مرات مثلا، واقعد افاضل ما بينهم وانقي اشوف انهي الاوحش وامسحها لحد ما اوصل لاحلى صوره. انزلها بقى؟ لا، اجرب كذا فلتر واشوف احلى فلتر فيهم لحد ما اوصل في الاخر خالص للصوره اللي تنزل، واللي اكيد بعد اللي حصل ده كله بتبقى احلى من الطبيعه بكتير، كانها صوره لحد تاني في شبه مني بس احلى مني بكتير. فدي كانت حاجه بتخليني احيانا بدون قصد اكره شكلي، ابص ليه في المرايه ما في الموبايل نسخه احلى مني بكتير. بس يعني عارف ايه اللي زعل في كل ده؟ ان انا يعني ما كنتش بتصور الصور دي ليا او عشاني، حتى لو كنت بقول لنفسي اني بوثق الذكريات الحلوه والكلام المتزود اللي بنضحك بيه على نفسنا ده. لو انا كنت متصور الصور دي ليا او عشاني ما كنتش هتصور 100 صوره وانقي الصوره احلى، ما كنتش هحط فلتر، ولا كنت اما انزلها كنت هفتح كل شويه اشوف مين شافها ولا عمل لايك ولا كومنت. انا كان في بالي وانا بتصورها اني بتصور الصوره عشان انزلها، عشان اعجب، عشان اوريهم قد ايه انا جامد. ودي تاخدني لتاني نقطه، ان السوشيال ميديا بتغذي كل مرض نفسي او شعور سيء عندك او حتى عندك القابليه انه يجيلك. لو انت نرجسي شويه السوشيال ميديا هتنمي فيك الحته دي كويس قوي، ولو انت بطبيعتك متنمر فالسوشيال ميديا هتديك المجال والفرصه اللي تغريك قوي انك تتنمر على ناس كتير. ولو عندك مشاكل ثقه في النفس هتلاقي ناس كتير احسن منك في جوانب كتير تقعد تقارن نفسك بيهم عشان ثقتك في نفسك تقل زياده. ولو حاسس انك عاوز تحسن شكلك بساعه او تي شيرت مثلا هتنمي فيك الحته دي كويس قوي لحد اما تلاقيك خلاص وصلت بالسلامه تحط قدامك الاعلان مره واتنين وعشرة لحد ما اشتري. النقطه اللي بعد كده هي التشتت. كنت دايما بتخيل الحياه اللي المفروض اعيشها لكن ما كنتش بعرف اعيشها عشان انا كنت مشتت جدا، مشتت من كل حاجه، من اخبار كتير بتقتحم دماغي زي مين خطب ولا اتجوز ولا مات ولا خلف ولا تعب، من ناس معارف قديمه او زمايل قدام وانا مش متضايق منهم لا بحبهم ولا بكرههم، بس فعلا ما يهمنيش اخبارهم. بس مش مشكله، اديني بتواصل معاهم. ودي تاخدني النقطه اللي بعد كده، ان السوشيال ميديا بتبيع لك الوهم في كل حاجه، ومنهم وهم اني بتواصل مع الناس. اما اعمل لحد لايك وهو يعمل لي لايك وابقى مسمي ده تواصل، دي حاجه مريبه جدا بصراحه، ده ما اسموش تواصل. لو حد يهمني امره او عايز اتواصل معاه ما اكلمه في الموبايل او اساله عن رقم واكلمه لو مش معايا، ده التواصل الحقيقي. النقطه اللي بعد كده، السوشيال ميديا كانت بتخليني اسوف في كل حاجه. انام، طب ما سكرول الاول شويه اشوف لي مين يضحكني او اشوف ايه اللي حصل، طب بصه سريعه على تويتر وبعدين هقعد اذاكر، طب لمحه كده على انستجرام وبعدين هعمل معرفش ايه، وهكذا. اما السوشيال ميديا بتديني برميل التسليه وشلال الدوبامين ده، هي كده بتحتال على مخي. مخي دايما عاوز يلاقي تسليه، ولو عرف يلاقيها بطريقه سهله مش هيبقى منطقي بالنسبه لمخي ان ابذل مجهود كبير عشان اتسلى. اقوم ليه اغير هدومي واخرج عشان اتسلى؟ طب ما امسك الموبايل واتسلى. واتمرن ليه وافرهد نفسي ما الموبايل موجود؟ وهكذا. وحتى اما بتمرن او اذاكر او اشتغل ايا كان، ما ينفعش اقارن المتعه الطبيعيه اللي بتيجي من حاجات طبيعيه زي دي ببرميل المتعه الصناعيه اللي بتيجي من السوشيال ميديا. فاضافه لان السوشيال ميديا بتخلينا اسوف، هي بتخلي كل حاجه حلوه مسخه. زي ما تاكل شوكولاته مثلا اكيد مش هتستذوق بعدها تفاحه. الحاجه التانيه اللي اتعلمتها وكانت صادمه جدا للاسف، ان السوشيال ميديا بتضعف ذاكرتك، بتقلل قدره مخك على تكوين ذكريات.
قريت كتاب قريب اسمه Remember، يعني تذكر او افتكر، لنيوروساينتست دكتوره في علم الاعصاب اسمها دكتور ليزا جينوفا. في الكتاب دكتور ليزا بتوضح ان الحاجه اللي مخي محتاجها عشان يكون ذكريات ويخزن ويحتفظ بالذكريات دي بعد كده هو الاتنشن، الانتباه. السوشيال ميديا وخصوصا المحتوى القصير هي الحاجه اللي مقلله قدرتنا على الانتباه، وهي السبب في طفرة انحدار الاتنشن سبان عند البشر عموما. الاتنشن سبان ده اللي هو حيز التركيز او الانتباه، هو اطول فترة اقدر ابقى مركز فيها في موضوع قبل ما مخي يشرد ويفكر في موضوع تاني. اما بستهلك محتوى قصير، قدر التحفيز والاستثارة اللي مخي بيحتاجها عشان يفضل مركز في فيديو زي ده مثلا بيعلى، فالاتنشن سبان يقل، فذاكرتي تضعف، وهكذا. يعني كنتيجة إن السوشيال ميديا وخصوصا استهلاك المحتوى القصير بيقللوا قدرة مخي على تكوين ذكريات وبضعف ذاكرتي. ودي مش هقولك ضرر كبير ولا حاجة وحشة ولا كده، لا، ده شيء مرعب. أنا مش دكتور، دي بس تجربتي ورأيي الشخصي، لكن أنا بشارك معاك رأي دكاترة متخصصين قرأت لهم بيفهموا أكتر مني بكتير في الموضوع ده، وبصراحة الكلام خضني لما قريته. 7. السوشيال ميديا هي الإدمان المغذي لكل الإدمانات والعادات السيئة اللي عند كل واحد فينا. تقدر تعتبر كده السوشيال ميديا هي العادة الأم اللي بتبني عليها كل الإدمانات والعادات السيئة اللي عندنا، وبتخلي تبطيلها أصعب بكتير أو شبه مستحيل. ليه بقى؟ عشان تبطل أي إدمان سلوكي أو غير سلوكي أو عادة سيئة، أول وأهم خطوة إنك لازم تتجنب كل المثيرات اللي هي الصور اللي بتفكرك بالعادة دي. ودي حاجة شبه مستحيل إنها تحصل وأنت على السوشيال ميديا، عشان عمرك ما هتكون متحكم في كل حاجة بتتعرض قدامك. 8 أو 9، السوشيال ميديا بتأثر على جودة نومك، وجودة النوم دي بتأثر على كل حاجة في صحتك وتركيزك وطاقتك وشغلك ومناعتك وكل حاجة حرفيا. ازاي ده بيحصل؟ احنا بنقعد نسكرول على الموبايل لحد ما ننام، والموبايل ده بيطلع منه من اغلب الشاشات حاجة اسمها الضوء الازرق. الضوء الازرق ده بيقلل افراز هرمون اسمه الميلاتونين، ده الهرمون اللي بيساعدنا اننا نسترخي وننام. فكل الاطباء وخبراء النوم بيقولوا ان الموبايل ده هو السبب في تقليل جودة نومنا وصحتنا وخلافه. بس جس وات، الموبايل ده مش شرير ولا هو الشيطان اللي مدمر حياتنا ولا حاجة. اصلا البتاع ده مش اداة ادمانية اصلا عشان تعمل فيا كل ده. السوشيال ميديا اللي على الموبايل هي السبب في النقطة دي. في اضرار قد دول 10 مرات، بس هكتفي بدول دلوقتي عشان عاوز احكي لك الحياة بعد ما تبطل سوشيال ميديا فترة طويلة بتبقى عاملة ازاي، والحاجات الحلوة اللي كسبتها من الفترة دي. اول حاجة، الالتزام بالعادات الحلوة وتبطيل العادات السيئة اسهل بكتير من الاول. تخيل كمثال لو بتعمل دايت وكل شوية تفتح تلاقي بوست المطعم وصور صوصات الجبنة السايحة والحاجات الجميلة دي، فانت هتبقى دايما في حرب مع نفسك انك دايما بتحاول تقاوم نفسك، ولو كنت مين لازم هتخسر في مرة. اصل معركة قوة الارادة دي محدش بيكسبها باستمرار، بتكسب مرتين وتخسر مرة وهكذا. افضل وسيلة مضمونة انك ما تخسرش حرب انك ما تدخلهاش اصلا. لو بتحاول تلتزم باي عادة جديدة او تبطل عادة قديمة سيئة فدي حاجة صعبة في الطبيعي، لكن خوارزميات فيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك بتخليها اصعب عليك 100 مرة من الاول. تاني حاجة واللي هي تبان واضحة، ان عندك وقت كتير جدا وتركيزك ازيد كمان. هحسبها لك مرة بحسبة الوقت ومرة بحسبة التركيز، لان لو عندك وقت زيادة بس تركيزك ضعيف الوقت ده ملوش لازمة. لو قلنا بتقعد على التطبيقات دي ساعتين 2 في اليوم، والاغلب بيقعد اكتر من كده، بس قول ساعتين، دول 730 ساعة في السنة. ولو قلنا اليوم 16 ساعة عشان بننام 8 ساعات، يبقى دول شهر ونص ضايعين كل سنة. تخيل انت لو اليوم بتاعك زايد ساعتين 3 عن اليوم بتاع الناس، والسنة بتاعتك زايدة شهرين 3، هتعمل ايه في الوقت ده كله؟ بس زي ما قلت لك، الموضوع مش وقت ضايعه بس، ده تركيز بيتسرق منك وانتباه بيقل وتشتت وضعف ذاكرة وتأثير على حالتك النفسية وغيره وغيره، مش عايز اعيد تاني. القرف ده كله لما يتشال، تركيزك اقل واجب هيزيد الضعف، وساعتها مش هقولك اليوم هيزيد ساعتين 3، لا، انت حرفيا هتحس ان اليوم بقى 4 ايام من بتوع قبل كده. تالت حاجة، الصبر وطولة البال. احنا غير ان ما عندناش وقت وتركيز لحاجات مملة بس مفيدة زي القراية او التمرين او غيره، احنا كمان ما عندناش صبر، ودي حتة مهمة جدا. لما نكون دايما على طول متسربعين وعايزين كل حاجة في الانجاز وبسرعة، ازاي هنخلص كورس كبير مثلا او كتاب كبير من الجلدة للجلدة؟ فمن اهم واكبر الحاجات اللي كسبتها اني بقيت اعرف اصبر، الصبر على نفسي والصبر على الناس، وان لما حد يكلمني اسمع كويس للاخر وبتركيز من غير ما ابقى مستعجل ومن غير ما اقطعه ومن غير ما ابقى قاعد بفكر في اللي انا هقوله اول ما هو يبطل كلامه. وكمان الصبر على الحاجات الصعبه الممله، زي ما يكون تبطيل ادمان منصات السوشيال ميديا هو اللي تشيك كوك بتاع ازاي تخلص اي حاجه صعبه بسرعه وانت كمان مستمتع بده، واللي هي تبان فكره خياليه بس دي الحقيقه. الحاجه برضو اللي حصلت عكس توقعاتي ليها علاقه بالثقه بالنفس. انا كنت متخيل ان ثقتي بنفسي هتقل من خطوه زي الابتعاد عن السوشيال ميديا، واللي هي حاجه منطقيه، اصل هبقى قاعد وسط الناس وانا مش عارف اخبارهم، وهحس ان في حاجات كتير فايتاني،
وممكن يبقى دمي اتقل عشان مش فاهم الميم الجديد ولا النكته اللي اتقالت على الترند الجديد. الا ان اللي حصل عكس ده تماما. اول ما بعدت عن منصات السوشيال ميديا ثقتي بنفسي زادت بطريقه ما حصلتليش قبل كده. وعد بقى معايا الحاجات اللي هتزود ثقتك في نفسك، لان النقطه دي حلوه قوي وغالبا هتعجبك. اول حاجه، اما تقعد مع حد ويجي ذكر ان ما عندكش حسابات على السوشيال ميديا، لحظيا بيبقى عنده فضول ناحيتك ازاي انت بتعمل حاجه زي دي. لان اغلب الناس مفكره ان دي حاجه صعبه، وخصوصا الناس اللي من جيلنا مفكرين ان دي حاجه شبه مستحيله انك تقعد يوم واحد بس من غير سوشيال ميديا. ده غير ان دي بتبعت شويه رسائل كده خفيه عنك ان انت حد منضبط عشان تعرف تلتزم بحاجه صعبه زي دي، وان انت برضو جريء عشان تمشي خطوه زي دي هي عكس ما الناس ما هي ماشيه. ودي كلها حاجات اوفرول بتخليك كاريزماتيك اكتر. كمان هي بتضفي عليك هاله كده من الغموض الجذاب. فكره ان مالكش وجود على النت نهائي، ومش سهل ان حد يوصل لك او يعرف عنك كل حاجه، بتخلي ان اي حد عشان يعرفك كويس لازم يقرب منك او يسمع كلامك. مش بثانيه على الموبايل هيجيب تاريخ حياتك ويعرف شخصيتك، او بمعنى اصح الصوره اللي انت مصدرها للناس عنك كانها انت. تالت حاجه، انت زي حالاتي كده غالبا مش مميز في حاجات كتير. في ناس احلى مني بكتير في الشكل، ناس معاهم فلوس اكتر مني، ومهما كنت ناجح في ناس ناجحين في حياتهم اكتر مني بكتير. اما بطلع بره سباق اني دايما بشوف اخبار الناس ومخي بيقارن بيني وما بينهم. فانا لو في حد احسن مني في حاجه، فانا على الاقل مش كل يوم بحط صورته قدامي وافكر نفسي فلان احسن منك بكذا. مع غياب المقارنات اللي السوشيال ميديا بتفرضها عليك دي، ثقتك في نفسك بتتحسن بشكل مش طبيعي. خامس حاجه، العيشه فجاه بتبقى ابسط واهدى واطعم. انت بتتذوق كل حاجه بتعملها، مش زي الاول بتنجزها او بتقضيها. بقى في حاجات بسيطه كده بتشوق لها وبستناها من اليوم للتاني، زي ال10 دقايق اللي بعمل فيهم كوبايه قهوه الصبح وانا مش باصص في الموبايل ولا مستعجل ولا بفكر ايه اللي فاتني امبارح وانا نايم اما افتح اشوف كده في السريع ايه اللي حصل. لا، انت الصبح بتبقى رايق، مش بتفكر في اي حاجه غير اللحظه اللي انت فيها دلوقتي. وما تفهمنيش غلط، مش بقولك يعني اما بتبطل السوشيال ميديا الحياه بتبقى ورديه، لكن على الاقل انت بيكون عندك قدره ما كانتش موجوده قبل كده، انك تعيش في الدقيقه اللي انت فيها دي من غير ما تتشتت بالمشكلات واللي حصل واللي فات واللي جاي. وده مع الوقت بيخليك اهدى واسعد. احساس انك مش قلقان ولا متصربع ده بجد احساس حلو، واي حد بيعاني ساعات من القلق الحته دي هتفرق معاه جدا. سادس حاجه، رجعت الاقي لذه في شويه حاجات كنت بعملها وانا متضرر زي القرايه. ليه ما كانتش القرايه بتكون جذابه قوي بالنسبه لي؟ عشان كان بيبقى جنبي حاجه تانية جذابه اكتر، عشان فيها عامل الغموض وعدم التوقع. اللي هو انا عارف الكتاب اللي جنبي ده فيه ايه، لكن مش عارف البوست اللي هشوفه على الفيسبوك فيه ايه، ولا الترند الجديد اللي طلع، ولا الخبر الجديد اللي نزل. الفكره زي القمار بالظبط، انا بفتح الابليكيشن زي ما برمي الزهر. احتمالات ان اتكعبل في حاجه تضايقني او تسحل دماغي اعلى بكتير من ان اتبسط. بس فكره انها احتمال وان انا معرفش اما هفتح هلاقي ايه، دي بتخلي الموضوع مثير جدا وبتخليني ارجع اقعد تاني. في غياب الحته المثيره جدا دي، اي حاجه تانية بتبقى امتع. الميزه الجايه دي هي حاجه لاحظتها بالصدفه وما كنتش قاصدها. اما بعدت عن السوشيال ميديا فتره طويله، لقيت اني بصرف فلوس اقل بكتير، او تقريبا مش بصرف فلوس خالص مقارنه بالاول. ايه السبب؟ اما بتبقى على السوشيال ميديا بيبقى في شويه حنفيات مفتوحين كده على الاخر ومغرقينك، اما بتقفل السوشيال ميديا الحنفيات دي بتتقفل. اول حنفيه، انك مادام مش بتنزل صور للناس فمش محتاج تيشيرت جديد للصوره الجديده. تاني حنفيه هي انك مادام مش بتشوف صور الناس فحنفيه المقارنات بتتقفل. تالت حنفيه هي الفود بلوجرز اللي بيفتحوا عندك حنفيه الرغبه انك تجرب اكل حلو من اللي بتشوفه معاهم، ولا تجرب المطعم الجديد اللي لسه شايفه فاتح. رابع حنفية الفاشن بلوجرز بتوع الهدوم والستايل اللي بيفتحوا عندك حنفية الرغبة انك عايز تشتري هدوم حلوة من اللي بتشوفها معاهم دي. خامس حنفية واكبر حنفية هي الاعلانات اللي بتشوفها في السكة. اقفل كل الحنفيات دي مرة واحدة هتلاقي انك مش محتاج تشتري حاجة ومبسوط فعلا بده. تامن نقطة كسبتها هي ان التعافي من السوشيال ميديا هو تذكرة النجاة اللي هتخليك تهرب من جنون العالم. اما كل شوية تسمع عن حرب بين دولتين، ولا اخر جريمة قتل لواحدة قتلت جوزها مثلا، هل معرفتك بحاجة زي دي هيفيدك بحاجة؟ لا. طب هل بإيدك إنك تساعد أو تغير حاجة زي دي؟ برضه لأ. يبقى ليه أخليني كل يوم أتخض من حاجات زي دي بدون داعي؟ أما بتشوف الحاجات دي، في جزء منك حتى لو بسيط، حتى لو مش واخد بالك منه، بيحس بالاستياء أو الهلع أو الخوف من البشرية وصلت له، أو الغضب، ودي حاجة سيئة جدا لصحتك النفسية. وبتاخد وقت عما تتعافى من خبر زي ده أو تنساه. والمشكلة إن أي حاجة أنت بتتعرض لها من القرف ده بتتخزن في عقلك اللاواعي وبتأثر عليك حتى لو مش فاكرها دلوقتي. اخر حاجه، اني بدات اتعرف على نفسي من الاول. الحاجه الغريبه اللي خدت بالي منها بعد فتره طويله من التبطيل، اني ما كنتش عارف نفسي كويس. في حاجات او صفات معينه كنت عارفها عن نفسي وكانت غلط تماما. زي اني مثلا كنت معتقد ان شخص مودي او متقلب المزاج،
شوية هادي وشوية متحمس، شوية زعلان وشوية فرحان. وده طلع غلط جدا. السوشيال ميديا كانت هي اللي مسببة لي ده، بالحاجات العشوائية المختلفة اللي بتعرضها لي كل شوية. لما شلت القرف ده كله وسبت فترة لمخي انه يتغسل من البلاعة اللي كان فيها دي، المزاج بقى مستقر جدا. السوشيال ميديا ساعات بتخليك تحس بشعور كده غريب ومش مفهوم وملوش اسباب، بس انت حاسه كده وخلاص. زي متضايق او حزين، بعدها تشوف ميم تبقى بتضحك، اللي هو ايه ده؟ لا، بعد ما بطل مفيش الهبل ده. حالة الواحد النفسية ما بتبقاش زي المراجيح كده، دقيقة فوق ودقيقة تحت، او بمعنى اصح دقيقة فوق وخمسة تحت. المزاج بيبقى مستقر جدا وفيه اتزان نفسي كبير مقارنة بالاول. والاهم من كل ده الوضوح، اللي هو انا فاهم انا مبسوط ليه، او ايه اللي مضايقني بالظبط ومفروض اعمل ايه. وحالة الوضوح التام مع النفس دي مش هقدر اوصف لك قد ايه هي جميلة، لازم تجربها. دلوقتي هتكلم معاك عن عيوب البعد عن السوشيال ميديا لفترة طويلة. اول حاجة انك هتخسر صحاب. وصحاب هنا حاططها بين قوسين، لانك هتبقى مفكر ان هم صحاب بس هم مش صحاب ولا حاجة. هم يمكن معارف، زمايل قدام، او ناس انت بتقدرهم بس مش صحاب. لو حد منهم اختفى شهر مثلا، ما بقاش ينزل بوستات ولا يعمل لك لايكات، انت مش هتاخد بالك. بالتالي من الطبيعي ومن العدل جدا ان لما انت كمان تختفي هم كمان ما ياخدوش بالك. ودي الحقيقة الرزلة اللي كانت بصراحة مضايقاني كتير في الأول. تاني حاجة عيد ميلادك. لو بعدت فترة طويلة عن السوشيال ميديا، سنة مثلا، مش هتلاقي غير 2 3 مثلا بعتلك رسالة أو بيكلموك يقولك كل سنة وأنت طيب. المعايدات اللي بتيجي على السوشيال ميديا هي قمة التزييف اللي في الدنيا. لو في 50 واحد كاتبين لك كل سنة وأنت طيب في عيد ميلادك، مفيش ولا واحد منهم فاكرك ولا فاكر إن ده عيد ميلادك. هم عشان جالهم نوتيفيكيشن. ومش بس كده، ده لما جالهم نوتيفيكيشن افتكروا ان انت كمان كنت كاتب لهم كل سنه وانتم طيبين في عيد ميلادهم، فبيردها لك جمعيه ودايره، يعني زي ما بيقول. بنزل لك بوست او ستوري عشان لما يجي عيد ميلادي تنزل لي بوست او ستوري. في وسط ال50 دول 2 أو 3 هم فعلا فاكرينك بدون تنبيه مسبق. وشيء محزن الحقيقه لو ما تعرفش هم مين. بس ما تقلقش، انت هتعرف هم مين لو فكرت تبعد عن السوشيال ميديا فتره، لان ساعتها مش هيفضل غيرهم. ودي في رأيي الشخصي حاجة حلوة مش حاجة وحشة. تالت حاجة الفومو، the fear of missing out، شعور ان في حاجة فايتاك. ده شعور رزل بيبقى بيجيلك في الأول كده، أول شهر مثلا من التبطيل، وده بيكون مؤقت وبيروح. وما تقلقش، مفيش حاجة هتفوتك، ولو في حاجة مهمة وكبيرة قوي هتعرفها كده كده من الناس اللي حواليك. رابع حاجة، أما تبقى لوحدك مع دماغك وأفكارك، دي حاجة صعبة ومش مريحة خالص في الأول. وده بسبب إن إحنا في العادي ما عندناش الفرصة الكافية لعقلنا إنه يرتاح. العادي ده اللي هو إحنا على السوشيال ميديا، واللي هو مش عادي خالص بالمناسبة. جربت مرة في بداية قطعي للسوشيال ميديا إن أتمشى ساعة كده في الشارع لوحدي من غير موبايل، وفجأة كده في نص الطريق موجة من الأفكار السلبية خبطتني كده من غير سبب. قلق، على خوف من المستقبل، على شوية ذكريات سيئة قديمة كنت ناسيها وافتكرتها مش عارف ليه. بس المهم ان لما الافكار دي كلها جت، ما كانش معايا حاجه اشتت نفسي بيها. ما كانش معايا موبايل. بالمناسبه ده اللي بنعمله في الطبيعي، ان لما دماغنا يبدا يفكر في اي فكره هتخلينا مش مرتاحين ولو شويه صغيرين، ما بنعرفش نظبط فورا، لازم نشتت نفسنا بالموبايل. فبدل ما اشتت نفسي اودي ظهري الافكار السيئه دي، كنت مضطر اني اقعد معاها دقيقتين. ولقيتني بغير صياغه الكلام، بقول ان دي في الاغلب مش حاجه وحشه. فكره ان انا دلوقتي مش مرتاح وحاسس بالملل بشكل مقصود وواعي، دي حاجه انا محتاج اتعود عليها. اصل مش منطقي ابدا ان ابقى متسلي ومتشتت طول الوقت. مخي ما اتخلقش عشان يشتغل بالطريقه دي. ومع ان قعدتي مع افكاري في الاول كانت حاجه مزعجه ومش مريحه، الا ان بالعكس الموضوع دلوقتي بقى اسهل بكتير، بل وبقت حاجه بحبها وبستناها كل يوم. فتقريبا كده انا كنت بمرن دماغي على انها تحب الملل وتواجه الافكار السلبيه بدل ما تهرب منها. انا قلت الحاجات دي من العيوب، بس لو فكرت فيهم شويه هتلاقي ان هم مش عيوب ولا حاجه. هم أشبه بأعراض انسحابية من إدمان المنصات دي، فترة انتقالية بسيطة بتتعود فيها على الوضع الجديد، الوضع الأحلى. دلوقتي هتكلم معاك عن فكرتين غلط كنت واقع فيهم لشوشتي، وكان نفسي حد يحررني من طرق التفكير الغبية دي بدري، عشان دي هتساعدك جدا إنك تفهم السوشيال ميديا حقيقتها بجد. أول حاجة، في كتاب ديب وورك الكاتب كال نيوبورت بيتكلم عن أسلوب اسمه The Any Benefit Approach، أو أسلوب الأي ميزة. وهو ببساطة إن لو في أداة إحنا مش عايزين نسيبها مهما كانت بتضرنا، عشان ببساطة إحنا مدمنين عليها، زي فيسبوك زي تويتر إلى آخره، فبنبرر إدماننا ده إزاي؟ بإننا نذكر أي ميزة أو فايدة بتقدمها مهما كانت بسيطة أو تافهة. بيقول الكاتب إن مشكلة أداة زي دي إنها بتغض البصر عن أي أضرار أو سلبيات للأداة دي. المنصات دي مصممة هندسيا عشان تكون إدمانية، ما ينفعش أبدا تستخدمها من غير ما تدمنها. يبقى الحل إيه؟
اني ما ينفعش استخدم اي اداة بشكل غير واعي عشان بس كل الناس بتستخدمها. طب اعمل ايه؟ لازم اعدد العيوب بتاعتها قبل حتى ما اعدد المميزات، واقارن اشوف انهي كفة اتقل عشان احدد هل ينفع اصلا استخدمها ولا لا. بيجي المشكلة بقى هنا ان انا وانا بوزن، لو انا مش عارف المنصات دي مصممة ازاي ولا بتأثر عليا ازاي، فانا ما بعرفش اقدر الضرر الحقيقي ليها وبشوفه اقل من حجمه الحقيقي بكتير. وهنا بيجي دور فيديو زي اللي بتشوفه دلوقتي ده، اللي اتمنى انه يكون ورالك موضوع ادمان السوشيال ميديا من جانب مختلف، او فتح عينك على شوية كلام للاسف مش منتشر خالص. في كلمة حلوة بتطلع بقى دلوقتي اما يتقال كلام زي ده، اما يجي حد يتكلم عن اضرار اي حاجة زي ما بكلمك دلوقتي عن اضرار السوشيال ميديا وانك المفروض تقلع عنها مثلا او تبطلها، بيجي الراجل اللذيذ الكول بتاع الاعتدال. everything in moderation is good، كل شيء حلو بس باعتدال. المبدأ ده مع انه منتشر جدا الا انه بلا منازع اغبى مبدأ انا شفته في حياتي. لو في حاجة بتضرني وانا عارف كويس انها بتضرني، ليه استخدمها بكتير ولا باعتدال ولا حتى بقليل؟ ليه ما اقطعهاش خالص؟ لو جبت كوباية عصير وحطيت فيها شوية تراب من الارض وبقت وحشة وتوجع البطن، هل في حد هيجي يقول لي كوباية العصير دي وحشة بس كل حاجة حلوة باعتدال، انا هشرب نص الكوباية بس؟ يا سلام، مفيش حد عاقل هيشرب بق واحد من العصير ده. طب بلاش دي. تاني سبب يدل ان المبدأ ده غبي جدا ومينفعش اي حد يمشي بيه، ان تبطيل اي شيء او عادة ليها عنصر ادماني حتى لو بسيط اسهل مليون مرة من انك تعملها بس باعتدال. لو في حد مدخن واخد شهرين صعبين جدا عليه بطل فيهم تدخين، هيكون سيناريو انه ما يرجعش يشرب سجاير تاني خالص اسهل 100 مرة من انه يرجع يشرب سيجارة واحدة بس في اليوم. لان في السيناريو الاولاني مش هيكون في سجاير لا في جيبه ولا في درج مكتبه ولا في بيته، فالموضوع اسهل 100 مره من ان السجاير تبقى في كل حته حواليه وهو في حاله صراع دايم مع نفسه مستنفذ كل طاقته، هيقاوم النهارده وبكره وبعده هيكون عنده مشاكل في الشغل ولا متضايق، والسيجاره الواحده هتبقى 5 6. هقولها تاني، افضل وسيله انك ما تخسرش حرب انك ما تدخلهاش اصلا. انا في الفيديو ده اتكلمت عن شويه اضرار هي ما تجيش 10% من الاضرار الحقيقيه للسوشيال ميديا، والاضرار اللي اتكلمت عنها دي هي بدون قصد من الشركات دي، وما تفهمش غلط، هم واعيين ليها جدا بس ببساطه مش مهتمين. احنا كمستخدمين اخر اهتماماتهم. تقدر تقول دي نتيجه التصميم السيء القذر بتاع المنصات دي. الفيديو الجاي هكلمك عن حاجه هي اخطر من الفيديو ده، وهي الاضرار اللي الشركات دي بتعملها فينا بشكل واعي وبقصد منهم. ازاي وانا مفكر ان يا دوب قاعد بسكرول على الموبايل كده مش حوار، يعني انا بتحول لمدمن ادمان سلوكي حقيقي وخطير. هشرح لك خطوه بخطوه ازاي ده بيحصل. هكلمك عن قذارة التصميم بتاع بلعات المجاري دي، وهوري لك الوش السيء المداري كويس قوي للسوشيال ميديا اللي محدش بيكلمنا عنه، عشان الصورة توضح لك بالكامل وتبقى عارف وانا بقضي وقت على التطبيقات دي يا دوب بغرض التسلية ايه اللي بيحصل فيا وايه الثمن الحقيقي اللي بدفعه للتسلية دي. انا مش عاوز الفيديو يبقى اطول من كده، فهسألك سؤال اخير. امتى اخر مرة خصصت وقت تقعد فيه مع نفسك خالي تماما من كل التشتتات من غير موبايل؟ وما اقصدش هنا وانت بتعمل كوبايه شاي ولا في المواصلات بس مش حاطط الهاند فري، لا خالص. اقصد وقت بسيط محدد مسبقا، ساعه مثلا. انا بكره من 8 ل 9 بالليل هقعد مع نفسي. تسال نفسك انا نفسي في ايه؟ نفسي في ايه بالظبط؟ ايه اهدافي؟ ايه الحاجات الغلط اللي بعملها؟ العادات اللي عايز اطورها؟ الحاجات اللي بحبها وبكرهها الى اخره. هكرر السؤال تاني، امتى اخر مره قعدت فيها بجد مع نفسك؟ وبتقعد مع نفسك كل قد ايه؟ للاسف السؤال ده صعب، واما سألته لنفسي من سنة الإجابة ما عجبتنيش خالص وزعلتني جدا. لأني لو هتكلم معاك بصراحة لقيت إني بقى بقضي وقت مع أهلي وصحابي وزمايلي من الكلية والشغل، طبعا مع السوشيال ميديا، أكتر بكتير جدا من الوقت اللي بقضيه مع نفسي. بالعكس أنا تقريبا مش بقضي وقت مع نفسي خالص، لدرجة إن بقى في إحساس بسيط بالغربة بيني وبين نفسي. والنقطة دي كانت من أحلى الحاجات في رحلة الخروج من منصات التعديل السلوكي المشهورة باسم أشيك من كده منصات السوشيال ميديا، اسم بيجملها عن واقعها الحقيقي السيء. فكر دقيقة واحدة وجاوب على السؤال ده. أشوفك الفيديو الجاي.